سؤال من أم البنتين، واحدة عندها 12 سنة والتانية 9 سنين. بنتي اللي عندها 12 سنة دايما بتعامل أختها على إنها عدوتها، على طول في خناق على أتفه الأسباب، وبتعمل على أختها إنها الكبيرة. وأنا من كتر الضغط للأسف بزعق أغلب الوقت، خايفة يكبروا يبقى ده أسلوبهم مع بعض. أعمل إيه؟ أمهات كتير بيشتكولي من عصبية ولادهم أو بناتهم المراهقين، ولما بكمل قراية السؤال لازم ألاقي جملة من نوعية أنا بصراحة بزعق على طول، أنا عصبية في البيت، بصراحة ساعات بتعصب عليها وبضربها. يا جماعة لو ده الحال في البيت، إن أنا كأم أو جوزي كأب عصبيين ودايما مضغوطين وبنزعق وبنضرب، يبقى بداية هدوء ولادنا المراهقين عندنا مش عندهم. ما أقدرش ألوم بنوتة عندها 12 سنة إنها عصبية وهي من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا وانا امها بزعق اغلبية الوقت زي ما حضرتك بتقولي. طب اعمل ايه؟ ما انا مضغوطة وتصرفاتها هي اللي بتستفزني. ايوه صح، عند حضرتك حق، في بعض الاحيان ولادنا هم اللي بيستفزونا وبيخرجونا عن شعورنا وكل الكلام ده. بس احنا ككبار لو معرفناش نتحكم في اعصابنا وفي عصبيتنا ونحاول ندير الضغوط اللي علينا بشكل كويس، فنعرف امتى نزعق وامتى نبص بصة يعرفوا ان هم بيعملوا بيها حاجة غلط، وامتى نحرم او امتى نخليهم يدفعوا تمن عصبيتهم، وامتى نكافئ، وامتى ندي امتيازات، وازاي اغلف لولادي كل الحاجات دي بحب عشان ما يبقوش حاسين ان انا بعاقبهم انتقاما منهم. لا، انا حتى لما بعاقبكم او بخليكم تدفعوا تمن افعالكم ده بيبقى علشان انتوا ما اديتونيش اي اختيار تاني بسبب افعالكم. ووالله العظيم الولاد والبنات بيعرفوا الفرق. وبتيجي بنت تقولي انا عارفه ان ماما بتعمل فيا كده علشان انا استفزتها في اليوم الفلاني، وبيجي برضو الولاد والبنات يحكولي عن اهاليهم ويقولوا لي انا عارف ان هم بيعاقبوني بس انا بصراحه كنت مقصر فهم ما قدامهمش حل تاني. الفرق بين ده وده الطريقه والاسلوب. يا جماعه ولادنا بيفهمونا من نظره عينينا. فاللي عايزه اقوله لحضرتك ان قبل ما تنتقدي عصبيه بنتك الكبيره، لو سمحتي اتحكمي في عصبيتك انت الاول. لو في ضغط عليكي تقدري تتخلصي منه اتخلصي منه، ولو الضغوطات زي ما عندنا كلنا حاجات مش هنقدر نتخلص منها، لو سمحتي تتعلمي تديري الضغوطات دي وتتعايشي معاها، وما تاخديش كل حاجة على أعصابك عشان ما تنفسيش غضبك وعصبيتك في بناتك فيطلعوا هم كمان عصبيين. سلام عليكم.